السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب لنا ولكم. رحت جبت كده 15 فرخ أبيض اهوت، أحطهم مع الفراخ البلدي. النهارده لقيت الأسعار، يعني سمعت وناس بتقول يعني وكده اللي الكتكوت عاد ب25، فقلت لا انا هبقى ايه، اروح اجيب لي 15 كده وسط البلد ده هم، بحيث يا حبايب قلبي انتوا ايه كنتوا عارفين اللي الكتكوت ب18 وب20. فلما لقيته طلع النهارده كده قلت لا يبقى هو في زياده بقى في الطلوع. قلت اما انهى نفسي كده اروح اجيب لي 15 وسط البلدي. انتوا عارفين البلد بيبقى يغيب يعني بعد شهرين ونص وكده. قلت اما اجيب دهم ايه وسطهم كده يا حبايبي، زي ما انا كنت جايبه وسط البط الفراخ البيضه اللي هي ايه معانا الوقت دي. رحت النهارده جبتهم برضو من معمل المحمدي بالجديده. بسم الله ما شاء الله، كتكوت زي العسل اهوت. كتكوت النهارده عامل 25 جنيه. فقلت بقى ايه، لا ما بديهاش، اروح اجيب لي كده ايه 15 احطهم وسط الفراخ البلد بتاعتنا. بما ان كده كده الواحد بقى ايه سارق كهربي وباكل وكده، يحط ده هما زي ما انتم عارفين على 35 يوم بنذبح منهم. انا كنت برضو مع دوره البط جايبه معاهم برضو فرختين بيض كده زي ده هما. فقلت لا انا ايه، يوم ما كنت بجيب الفراخ البلدي ما كانش عنده بصراحه ابيض، وكان مخلص. حتى كان يومها الفرخه كنت سالاه كان بكام، قال لي ب20 جنيه. فكان مخلص، لان انا كنت ببقى على طول بعمل حساب ما بجيب بط، بجيب مثلا حاجه هتغيب معايا في التربيه بجيب وسطهم فرختين بيض كده للاكل يعني للبيت وكده. فبصراحه يوم ما كنت انا جايبه الفراخ ما كانش عنده، كان خلص يعني، كان الكتكوت يومها ب20 جنيه. فجيت اسال النهارده قالوا الكتكوت عاد ب25 جنيه. فقلت لا يبقى هو كده ايه في الطلوع بقى. فانهض بقى اروح اجيب لي ايه فرختين وسط الفراخ البلد وكده، هما يبقى الفرق بينهم 3 ايام مش مشكله. انتوا عارفين ان الفراخ البلد انا كنت جايباها يعتبر يعني بشاير كانت ضعيفه كده. فدوما بسم الله ما شاء الله احجامهم جميله زي ما انتم شايفين اهو، فهيبقوا معاهم زي العسل اهم يا حبيب قلبي. بسم الله ما شاء الله، يعني انتوا عارفين انا ما بجيبش الا من المكان ده، وعن تجربه يعني الفراخ بتاعته بتبقى زي العسل وزي الهنا وبتستحمل معاك اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. وايه وناخد بالنا بقى منها كده في التدفئه، وتبقى ايه وسط الفرختين البلدي. ربنا يكرمنا ان شاء الله ويطعمنا منهم يا رب ان شاء الله باذن الله. هفتح يا حبايب قلبي دلوقتي على الفراخ بتاعتنا البلدي اهي، وهحطهم ايه وسطهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من اول يومين 3 ايام اهو 5 جنيه الكتكوت طلع 5 جنيه بحالها. فقلت لا بقى ما بديهاش، اقوم اجيب لي ايه فرختين كده وسط الفراخ البلدي قبل ما يغلى اكتر من كده. ربنا ايه يطعمنا فيهم ان شاء الله باذن الله. اهم يا حبايبي، لسه جايباهم الوقت حالا اهو. هيبقوا وسط الفراخ بتاعتنا كده البلدي، هنحطهم كده تحت اللمبه لان هما لسه جايين مسقعين. بسم الله. هي عشان يعني مش كتير ولا حاجه قلت اجيبهم وسط الفراخ وخلاص. يعني ايه بظروفها كده ايه المره دي. انا كنت ناويه اجيبهم يوم ما انا كنت جايبه الفراخ البلدي ده اهي، انا كنت ناويه اجيب ايه زي ما انا قلت لكم، ببقى معوده نفسي اجيب فرختين كده وسط اي حيوان بجيبه. فما كانش هناك ما كان مخلص يعني، ففرق 3 ايام مش مشكله، ربنا يسهل يعني ويبقوا حلوين وسطهم. عشان لسه جايين عايزين يتدفوا شويه تحت ايه تحت اللمب. بسم الله ما شاء الله، الفرخ فايق كده وجميل زي العسل اهو. الفرخ تعرفيه بتيجي تمسكي كده مشاغب كده ومش كسول كده ولا حاجه. يا حبيب قلبي اهو. هما شويه كده بقى ايه هياخدوا على بعضهم كده وهيروحوا يجوا مع بعض. انا اول مره كنت اجيب يعني الفراخ البيضه دي ما ادخلهاش مع نفس النوعيه اللي انا جايباها بط او فراخ، ببقى انزل معاهم في نفس اليوم، بس مش مشكله بقى. وعايزين بس يتدفوا شويه كده تحت اللمبه ان شاء الله باذن الله، هتلاقيهم رايحين جايين كده مع الفراخ بتاعتنا. الفرخ بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده فرخ فايق وجميل كده بسم الله ما شاء الله اهو. الفرخ ما تكون معاكي ملان كده يعني ايه تقيل كده
بسم الله ما شاء الله. ورجليه زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، ما هياش رفيعه، رجليه تخينه كده وحلوه كده. الفرخ فايق معاكي، الفرخ دي ما تخافيش منه حبيبه قلبي. عايز تدفيه، عايز بس تاخدي بالك منه، ربنا هيكرمك فيه ان شاء الله باذن الله. نوعيه الفراخ دي يا حبيب قلبي القب، ما اجيبش الا القب على طول اهو. الفراخ بتاعتنا البلد زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، يومها بيومين اهي بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لنا ولنا ولكم يا رب، وتعبنا منهم يا رب. زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، الفرختين دول بقى كده ربنا يسهل كده معاهم، وسايباها على الله بقى. جبتهم وخلاص، بس انا قلت ايه يعني اهم كده كده اللمبه شغاله والفراخ موجوده والحته واسعه زي ما انتم عارفين. انا ببقى حاضر هنا بس، وبقوم نقلهم في مكان اوسع. فبصراحه انا ما بحبش اجيب اي طيور الا لما بكون معاها ايه شويه كده ابيض كده. فانا جبتهم، ربنا يكرمنا ان شاء الله فيهم. شايفين الفرخ البلدي رايح ينقر فيهم فصيح قوي. الفراخ البلدي بتبقى ناصحه قوي. الفراخ النهارده ب25 جنيه، يعني زادت في 3 ايام 5 جنيه. فبتهيألي بقى المتوقع بقى اللي هي تبقى في الطلوع بقى، الله اعلم. هما جايين تحت اللمبه على طول، والاضاءه ايه مش مظبوطه قوي، هما هياخدوا بس على المكان كده. والفراخ اصلا البلد هتحرحشهم الوقت وتخليهم يروحوا يجيبوا معاهم كده، بس هما لسه عشان محطوطين في المكان ولسه ايه يعني برضو سقعانين من المشوار وكده. مش واخدين على المكان وكده. ان شاء الله باذن الله الوقت هياخدوا على المكان كده، ومش بدأوا معاهم، بدأوا يروحوا ويجوا معاهم. هم يا حبايبي بدأوا يسحبوا معاهم ويدخلوا جوه معاهم. فراخ البلد بتحرحش اي حاجه اصلا بتتحط معاها. شويه بس كده عم ياخدوا على المكان كده ويفكوا نفسهم كده. هجيب لهم بقى شويه ميه سكر في جنب كده اهوت، احطهم لهم. زي ما انا قلت لك ازاي تعرفي ان الفرخ معاكي حلو ولا وحش. بتمسكي الفرخ كده حبيب قلبي، تلاقي المخره بتاعته تقيله معاكي كده بسم الله ما شاء الله. رجليه تخينه كده، ما هياش رفيعه.